هاي النهارده فلوقنا يختلف لان وين؟ بغداد وفلوق من قرر سامراء الساعة 6 الصبح راح نروح لبغداد وللزورة راح اروح اصور طلاب كلية دجلة الأهلية. خليكم ويانا. وصلنا بغداد وهسه احنا من الزورة الساعة 11 درجة الحرارة 18. راح نروح نصور طلاب كلية دجلة، بس قبل لا نصور لا تنسى الاشتراك بالقناة. وطبعا راح استغل الوقت واصور هنا بين ما يجون الشباب حتى اصورهم الطلاب والطالبات، وراح اخذ انسرتات يم التمثال. ومثل ما تشوفون المنظر كلش يخبل والاجواء يعني بصراحة مكانكم خالي هنا. ومع انه مكانكم خالي راح اعيشكم الحدث يعني اول باول، وراح اشوفكم المناظر الجميلة بهاي الحدثة. طبعا استغليت الوقت وانتظر الولد بعد ما جوه، شفت اللقطات كثير. نصب انقاذ الحرية شيء خيالي رهيب، وهسه راح اشوفكم الديكور مالته الرائع. تحياتي لكل واحد عمل بالنجاح هذا الشيء. طبعا فات من الوقت ربع ساعة ولحد الان ما جوه. انا راح اروح افتر، خليهم ينتظروني وحدة بوحدة. طبعا الشارع ازدحام، 5 دقائق تنتظر ما اقدر اعبر. واحد من الاصدقاء ما يدري انا راح اصورهم. شنو هالمفاجأة الحلوة من محمد البازي، هو راح يصورنا وانتظرونا في هذا الفلوج. لا ينتظروني بدون صورة، بس انا راح اجيهم بطريقة مال فيديو. هلا، واحنا طلاب إدارة أعمال كلية دجلة، وإن شاء الله حتشوفونا بالفلوج. بعد ما كملنا، شلون الصور؟ فتشي ايدك ولمتنا. طلاب الإدارة محضرين لكم فتشي، تعال شوفوا. وياكم هذا الفلوج، وشكرا لحمودي وشكرا للمة الحلوة واليوم الحلو. باي. من 10 الصبح لل6 العصر. يلا كملنا، يستاهلون الصورة الشباب. تسلم. والله حاج سيدك ما قصر فينا ابو جاسم. نهاية الفلوج
اشكركم على المشاهده، احبكم كلكم. محمد الباجي.